نقولك يا مس ولا نقولك يا بتاعة الفراخ؟ النهاردة الفيديو مش عن الفراخ، النهاردة الفيديو عن كرامتي. عارفين يعني ايه واحدة تكون مدرسة وليها مكانتها وفجأة تقرر ان هي تشتري راحتها وتتفرغ لبيتها ولأولادها وتعمل مشروع صغير فوق سطحها وتربي فيه شوية فراخ بلدي على ديوك رومي على الحاجات اللي انتوا شايفينها قدامكم دي؟ ما عملتش حاجة غلط ولا عيب ولا حرام، شغل شريف، يعني شغل شريف ما فيهوش اي حاجة. بس للأسف لما تقابلي انتقادات وتقابلي كلام يجرحك من أعز الناس ليكي، أعز الناس ليا فعلا، خلتني أبطل تربية لمدة سنة وامسح قناتي. أنا فاتحة القناة دي من سنة فاتت وكنت بنشر فيها، لو انتوا شفتوا ميعاد فتح القناة هتعرفوا وتتأكدوا من كلامي ان انا فاتحاها من سنة فاتت، ومسحت كل الفيديوهات اللي فيها وبطلت تربية طيور وقعدت في البيت سنة كاملة ما اعملش اي حاجة، عندي اكتئاب فقط من كلامها. يعني من كلامها اللي قالتهولي جرحتني جدا. انا يعني بكل حسن نية، انا طبعا يعني كنت مدرسة في مدرسة خاصة، فسبت المدرسة لاني تعبت من مواصلات وولادي كانوا بيتعبوا، ما كنتش بقدر اخد اجازة عشان اخد بالي منهم وكانوا صغيرين. فسبت الشغل من 7 سنين وقررت ان انا عندي طبعا مكان فوق السطح وانا ما بحبش اقعد، يعني انا اتعودت على الشغل خلاص فما بحبش اقعد. فقررت انا بحب الطيور، بحب اتعامل مع الطيور. قررت ان انا اجيب شويه طيور واربي وابتدي اشتغل واجيب شويه فراخ بيضه وابيع وكده، يبقى مشروع صغير على قدي في بيتي برضو يدخل لي دخل برضو، لان انا اتعودت خلاص ابقى ماسكه فلوس في ايدي وابقى شغاله واعمل حاجه وفي نفس الوقت مراعيه بيتي ومراعيه ولادي. فبحسن نيه بعت لصاحبتي اللي هي كانت اعز صحابي، بعت لها رابط القناه وقلت لها يعني عشان تشترك وكده. فبتقول لي بكل تريقه وكل استهزاء: طيب نقول لك يا مس ولا نقول لك يا بتاعه الفراخ؟ طبعا الكلمه جرحتني. ومش بس كده، قلت يمكن هي بتقول بهزار، لا لقيتها قالت لكل اصحابي او كل المدرسين اللي في المدرسه دي كمان فتحت قناه ومش عارفه ايه. ولقيتهم بيتصرفوا معايا تصرف غريب كأني شغالة شغل حرام أو عيب. طبعا أنا اكتئبت ودخلت في حالة اكتئاب وبطلت أربي وسبت التربية خالص يعني مسحت كل فيديوهاتي على القناة وقعدت في البيت عندي اكتئاب وكده. فجت من فترة كده بفكر في الموضوع، طب هو انت بتعملي حاجة غلط؟ انت شغالة وما بتعمليش اي حاجة غلط، ايه اللي يخليكي تبطلي تربي طيور وتبطلي ويجيلك اكتئاب؟ ليه؟ ليه؟ محدش ليه عندك حاجة طالما انت شغالة شغلانة شريفة، محدش ليه عندك حاجة. انا احبطت من الكلام وانا غلطانة، انا بقول لكم اهو انا غلطانة ان خليت كلام حد يأثر فيا لدرجة ان يجيلي اكتئاب، ولدرجة اللي يخليني اسيب الحاجة اللي بحبها. كفاية بس ان انا يعني انا اكتشفت ان القعدة مع الطيور احسن كتير من بعض البشر اللي ما عندهمش، يعني ما عندهمش ان هم ازاي يتكلموا مع الناس ولا ازاي يقولوا كلمة حلوة. المدرسة الحقيقية اللي هي بتعلم الناس ازاي يشتغلوا شغلة شريفة، مش ازاي ينتقدوكي وانت شغالة شغلة شريفة. فانا عايزة اقول لكم من خلال اللي انا تعرضت له، ما تخلوش اي حد يأثر عليكم ولا يحبطكم، ايا كانت الشغلة اللي انت شغالة خدامة، شغالة بتمسحي، شغالة فراشة، شغالة بتلمي زبالة في الشوارع، انت شغالة شغلة شريفة واللي بيرزقك في السماء مش اللي في الارض. خليش اي حد يحبطك زي ما حصل لي. ايه يعني مدرسة تسيب التدريس وتشتغل وتجيب شوية فراخ تربيهم فوق السطح؟ ايه يعني لما افتح قناة واقول فيها يعني خبرتي المتواضعة في ال7 سنين اللي انا ربيت فيهم فراخ، وان انا اطلع اقول حاجة للناس؟ ايه الحاجة الوحشة اللي انا عملتها عشان يعني ان انا بربي فراخ وببيع؟ وشافتني قبل كده ان انا ببيع لواحد هي بتشتري منه فراخ، فبصت لي بصة سخرية، حسستني ان انا بعمل حاجة غلط. فللأسف الناس في بعض الناس مش كلهم ممكن يحبطوك، ممكن يخلوكي يجيلك اكتئاب علشان حاجة بسيطة جدا. فأنا ما بقول لكم اهو ما تخليش حد يأثر عليكم. ويعني بتاعة الفراخ
ايه المشكله؟ انا مش زعلانه من كلمه دلوقتي. الاول ما انكرش ان انا كنت زعلانه من الكلمه، بعد ما كنت واقول لنفسي، بعد ما كنت مس وبيقولوا لك يا مس في الرايحه والجايه، دلوقتي بيقولوا لك يا بتاعه الفراخ. واحده صاحبتك اعز اصحابك تقول لك يا بتاعه الفراخ، نقول لك دي ولا دي. انا مش مكسوفه من شغلانتي ولا مكسوفه من اللي انا فيه. كفايه بس ان انا شغاله شغلانه شريفه، وان انا قاعده وسط عيالي وبعمل لهم كل حاجتهم. لو عيل لا قدر الله تعب ببقى جنبه مش بعيده عنه. كفايه بس ان انا اخترت راحه ولادي ومش قاعده. انا مش قاعده، انا بشتغل برضو في بيتي وبربي في بيتي. وبتاع الفراخ انا بربي، وبتاع الفراخ بيجي ياخد الفراخ من بيتي، ما بروحلوش ولا بروح اوزع في الشوارع، بيجي ياخد الفراخ من بيتي وبيديني فلوسي من في بيتي. يعني ما بروحش امد ايدي لحد ولا اقول له اديني. انا حبيت اقول لكم اطلع للفيديو ده بعيد عن تربيه الطيور وبعيد عن الحاجات دي، وحبيت ان انا اشارك معاكم حاجه كانت مضايقاني جدا. حبيت اشارك، يمكن يعني انتوا هتبقوا في ناس كتير حاسه بيا وحاسه باللي انا كنت فيه وبالسنه اللي عدت عليا دي، وانا تعبانه. يعني انا كنت متضايقه فعلا وبطلت تربيه طيور لمده سنه. مسحت قنواتي مسحت فيديوهاتي كلها اللي انا كنت عاملاها على القناه في لحظه يأس. هي كانت لحظه يأس، وانا زعلانه من ان انا جات لي الحكايه دي، زعلانه ان انا اتعرضت للموقف ده وان انا استسلمت له. انا زعلانه اكتر ان انا استسلمت لحاجه زي كده. انا دلوقتي مش خجلانه من ان انا بربي فراخ في بيتي وان انا ببيع فراخ في بيتي، مش خجلانه ابدا. الشغل مش عيب، وانا كنت مدرسه وفخوره ان انا بتاعت فراخ دلوقتي. انا مش زعلانه، الشغل مش عيب، الشغل مش عيب. مش عايزاكي ابدا حد يحبطك ولا يقول لك كلمه تجرحك. طول ما انت شغاله وشغاله شغله شريفه، ربنا هو اللي عالم بيكي بس، وربنا هو اللي بيبعت لك رزقك. مش عيب، مش عيب ابدا ان انت تشتغلي شغلانه شريفه. هو ده اللي انا كنت عايزه اقوله لكم النهارده، واسفه جدا ان انا بشارككم مشاكلي وبس. يعني انا عارفه ان انتوا هتردوا على اعز اصدقاء. انا عارفه ان هي سامعاني دلوقتي لان هي مشتركه في القناه من فتره، من سنه فاتت، وانا عارفه ان هي سامعاني دلوقتي. وفي عندي حاجات كتيره على الماسنجر وعلى قناتي، على صفحتي على الفيسبوك، بس خاصه بيا انا، ومش هعرضها ولا هقول اسمها ولا كده. يعني بتقولي كلام مهين، يعني كلام يجرح، بس انا برد عليها بكل ادب، او ساعات ما بردش بتجاهلها دلوقتي خالص. وخلاص كده انا عرفت ان انا شغاله شغله يعني انا بحبها، ومش زعلانه، مش زعلانه ان انا شغاله الشغله دي وانا وسط ولادي. اسفه جدا برضو تاني مره ان انا بشارككم مشاكلي، بس انا حبيت اقول لكم ان انتوا اي شغلانه بتشتغلوها شريفه ما تخجلوش منها. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس، وشكرا لدعمكم ليا.